السلام عليكم السلام عليكم. هنعمله من غير بيض ولا لبن، وهيطلع معاكم مقرمش وجميل ومش شارب زيت. طريقة عمل الأرنبيط سهلة جدا. هنحضر 4 فصوص توم وخضرة وكوباية دقيق ومعلقة كبيرة كمون ومعلقتين ملح صغيرين، وهناخد من مية السلق وهنقلبهم كويس جدا لحد ما القوام بتاعهم يتظبط معانا. القوام هيبقى يعني ولا تقيل ولا خفيف، هيبقى وسط، هيبقى بالشكل ده. بجد الطريقة دي سهلة جدا وجميل، ومش الأرنبيط مش بيشرب زيت خالص معانا. هنحضر طاسة ونحط فيها زيت، وهننزل الأرنبيط في الخليط اللي احنا عاملينه وهنقليه. طريقة عمل سلق الأرنبيط سهلة جدا. هنجيبوها ونقطعها ونحط مية على النار لحد ما تسخن، نحط فيها معلقة كمون كبيرة ومعلقة ملح ونسيبه لحد ما يتسلق. وهنهدي النار شوية عليه وهتلاقيه اتحمر معانا بسهولة ومش شارب زيت ومقرمش وجميل. هنسيبه على النار لحد ما لونه يبقى ذهبي. بجد هتجربوا الطريقة دي، هتعجبكم جدا، مش مكلفة. تحفة. بصوا مقرمش ازاي.